ثلاث منتخبات بس بالعلامة الكاملة من الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية. منهم طبعا منتخبنا منتخب مصر، وهو المنتخب الأول اللي ضمن الصعود للدور القادم. وبيزاملوا في الترتيب منتخب نيجيريا ومنتخب الجزائر، يعني ما كانش معانا المغرب ولا بقية كبار أفريقيا، في مفاجآت كتير قوي حصلت في الجولة الثانية. فصلي على النبي كده واعمل لايك وفول عشان نتكلم عن ملخص الجولة الثانية. يلا بينا. في البداية في مجموعتنا، مجموعة التانية، مجموعة اللي فيها منتخب مصر كان بصعوبة قدر ان هو يفوز على منتخب جنوب افريقيا بعد ما كان متقدم بنتيجة 1-0، واتطرد منه محمد هاني علشان يخش المنتخب الشوط التاني كامل بيلعبوا ب10 لعيبة. ولكن شفنا اداء حلو جدا وتبديلة من كابتن حسام حسن ان هو نزل امام عاشور هو اللي لعب باك يمين. وشفنا اصلا بقى من الاول ان احنا بدأنا بثلاثة ورا وتشكيلة كانت حلوة قوي، وان تريزيجيه وزيزو هما اللي كانوا تمانيات. فدي حاجة حلوة بتساعدك ان انت بتدافع اكتر ماشي. وان حمدي فتحي هو اللي بيسقط كانت حلوة قوي. فكان في كام كرة حلوين قوي وكام تكتيك حلو قوي من كابتن حسام في الماتش ده. اه ماشي، برضو كان في ناس بتقولك ان امام عاشور ما كانش هو اللي ينزل، او بمعنى دق ان هو هينزل بس ما يبقاش مكان مرموش، وان هو يبقى مكان محمد صلاح. ولكن برضو هو مش هيقدر قوي ان هو يبقى بيخرج محمد صلاح، لان انت ممكن تلبس جون في اي وقت، فانت تبقى محتاج نجم الفرقه. ولكن هو عمر مرموش هو اهم واحد في الفريق، هو نجم الفريق. هو اللي بالارقام في الجوله الاولى هو اكتر واحد كان بيعمل افعال في الماتش، يعني بيقطع كور، بيضغط، بيروح بكور. هو اللي بياخد الكرة وبيجري بيها. شفنا كام كرة لمحمد صلاح هو بيحاول ان هو بيقف على الكرة، لكن عمر مرموش بياخد الكرة وبيخش بيها على طول. اه محمد صلاح هو اللي جاب ضربة الجزاء وقدر ان هو يسجلها هدف بعد ما كانت خبط في عينيه. طبعا عادي ضربة جزاء. وطبعا يعني انا حاسس ان هو دخل شاطها في النص لان هو ما كانش شايف وكان خايف ان هو يضيعها يمين او شمال. ولكن الحمد لله ان هي دخلت. وكان في كرة تانية بتاعت ياسر ابراهيم، الكرة اللي هي فعلا ما تتحسبش، ولكن بنشوفها بتتحسب في الدوري الاسباني كتير وبتبقى 70-30 كمان ان هي تتحسب. ولكن المنطق ان هو اللعيب بيقع بيسند على ايديه، فالمنطق ان هي ما تتحسبش ضربة جزاء. فالحمد لله ربنا ستر. طرد محمد هاني طبعا طرد، وكويس ان هي اصلا انذار تاني حتى مش طرد مباشر. ولكن في كرة زيها لعمر مرموش، انت طالما حسبت دي يبقى تحسب دي. ولكن تحس ان الحكم كده اللي هو كان مش عايز يحسب قوي ضربة الجزاء بتاعة صلاح، فبالتالي بيردها في الطرد بتاع محمد هاني. ولكن الحمد لله 3 نقط وتكسب. والناحية التانية كمان أنجولا بتتعادل مع زيمبابوي. فحلو يعني، ده خلاك بتصعد أول منتخب يصعد للدور الجاي وضامن الصدارة خلاص، بتديك فرصة إن أنت تخش الماتش التالت. مش محتاج أي حاجة من الماتش. أتمنى إن أنا أشوف كل اللعيبة اللي على الدكة هي اللي تبدأ أساسية، اللعيبة اللي أنت مش واثق فيها لدرجة إن أنت إمام عاشور هو اللي يبقى باك يمين يبدأوا أساسيين، مصطفى شوبير ياخد دقايق، المهاجمين بتوعك ياخدوا دقايق، مصطفى محمد لو سليم 150% ياخد دقايق، غير كده لا خلاص ما يلعبش. حتى لو هو انت عايز ترجعه للفورمه وياخد الثقه والكلام ده، نزله من على الدكه، لان هو كان عنده مشاكل في كعبه، وانت اضطريت ان انت ما تلعبوش الماتش اللي فات. فبالتالي ما تجيش عليه في ماتش انت مش مهم بالنسبه لك، وانجولا هتبقى نازله بالجز عشان هي عايزه تاخد حتى تبقى من ضمن احسن توالت. فملهاش لازمه الريسك، انت كده كده الحمد لله كسبان وصاعد اول المجموعه كده كده ايا كان اللي هيحصل، لان انت معاك 6 نقط. لو جنوب افريقيا كسبت وبقى معاها 6 نقط زيك، انت البطوله دي بالمواجهات المباشره وانت كسبت جنوب افريقيا، فانت كده كده صاعد اول، فما تخاطرش باي لعيب. والناحية التانية في المجموعة الأولى شفنا مفاجأة البطولة بالتعادل ما بين المنتخب المغربي ومنتخب مالي بنتيجة 1-1. المنتخب المغربي اللي قلنا هو أول ماتش ليه ما كانش حلو، وعمل أداء بس يعني ما كانش كويس قوي. قدر ان هو يكسب، ولكن مش بالاقناع اللي احنا منتظرينه من منتخب المغرب بصراحة يعني. جون عالمي وان انت بتكسب ابراهيم دياز والكلام ده كله، ولكن في نفس الوقت الاداء ما كانش مقنع قوي، بس قلنا بسبب الافتتاح وبسبب ضغط الجماهير والضغوط الزايده على الفرقه. ولكن تعادل قدام مالي مش حلو، ولكن اديك معاك 4 نقط وحتى الان متصدر المجموعه، بسبب ان الناحيه التانيه برضو زامبيا وجزر القمر ما كسبوش وتعادلوا هما الاثنين، علشان تبقى جزر القمر معاها 0 من النقاط،
او معاها نقطة يعني، وزامبيا معاها نقطتين، ومالي معاها نقطتين، والمغرب هي اللي في الصدارة باربع نقط. ونروح بعد كده للمجموعة الثالثة، والمجموعة اللي تشهد تعادل السنغال برضو مع الكونغو الديمقراطية في ماتش برضو كان قمة الجولة دي، بيخلص برضو 1-1 بتعادل ما بين الفريقين. ماتش كان حلو قوي ان انت تتفرج عليه، وهجمات رايحة جاية وكور من الفرقتين، ولكن الفرقتين مفيش حد فيهم بيقدر ان هو ينتصر ويحسم صدارة المجموعة لنفسه. وفي نفس الوقت كانت بنين بتنتصر على بوتسوانا بنتيجة 1-0، عشان المجموعة كده كلها تبقى مولعة، تبقى السنغال معاها 4 نقط، والكونغو معاها 4 نقط، وبنين معاها 3 نقط، فمحدش خالص ضامن اي مركز ليه في الجولة الأخيرة. ونخش بعد كده على المجموعة الثالثة، واللي فيها ثالث فريق أفريقي عربي معانا، وهي مجموعة تونس. وللأسف الماتش اللي كان بيشهد اكتساح من نيجيريا على تونس بنتيجة 3-2، بعد ما أصلا نيجيريا كان كسبانة 3-0 لحد الدقيقة 74، وابتدت بقى تونس تحاول إن هي ترجع للماتش كده وتسجل هدف، وبعد كده تسجل التاني. وشفنا طبعا في الماتش ده قلة أدب من أوزمن، وسواء بالجون سواء باللي حصل بعده والخناقات والكلام ده كله. فكان ماتش عالمي وحلو قوي من الفرقة. نيجيريا قوية جدا، سيبك من الماتش اللي كان قبل البطولة ما بين مصر ونيجيريا ان احنا قدرنا نكسبهم، لا 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 لا، لقمان جامد قوي، واوزمن جامد قوي، وايوبي جامد قوي. الفرقة جامدة قوي. هي مشكلتها بس ان النجوم دول شوية بيبقى فيها سن التأنين كده، خاصة من اوزمن على الجون، وان هم بيحاول كل واحد ان هو اللي عايز يجيب الجون. فبس الناس دي لو اتحدت مع بعض في الملعب هتشوف منتخب خطير جدا جدا جدا. والناحية التانية منتخب اوغندا ومنتخب تنزانيا بيتعادلوا هما الاتنين بنتيجة 1-1، علشان تبقى المجموعة برضو كل المجموعات تقريبا يعني مولعة. نيجيريا بس في الصدارة ب6 نقط، بعد كده تونس ب3 نقط، وتنزانيا واوغندا بنقطة. فلحد دلوقتي كله ممكن يصعد تاني وممكن يصعد تالت، ما عدا بس هو نيجيريا هي اللي زي مصر ضمنت الصعود بشكل مباشر في المركز الأول. ونروح بعد كده للمجموعة الخامسة، والمجموعة اللي فيها آخر فريق عربي أفريقي من الكبار معانا، وهي مجموعة الجزائر. المجموعة اللي فيها الجزائر قدرت إن هي تنتصر على بوركينا فاسو بنتيجة 1-0. والناحية التانية العرب بالعلامة الكاملة في المجموعة دي، أو مش بالعلامة الكاملة، العلامة الكاملة في الجولة دي بانتصار السودان على غينيا الاستوائية، علشان المجموعة يبقى فيها الجزائر برضو هي ثالث منتخب بيصعد لدور ال16. او يعني هي ثالث فريق بيصعد لدور ال16 بعد مصر وبعد نيجيريا. هم 3 منتخبات بالعلامة الكاملة، الجزائر هي بتكمل المنتخب الثالث ده، لان كده كده الجزائر في صدارة المجموعة ب6 نقط، وبعد كده بوركينا فاسو ب3 نقط، والسودان ب3 نقط، وغينيا الاستوائية بصفر من النقاط. والجزائر كده كده هتروح تلعب غينيا الاستوائية، حتى لو خسرت وواحد من بوركينا فاسو والسودان كسب، فالجزائر كسبت الفرقتين، فهي مش هيفرق لها في حاجة، لان زي ما قلت لك المواجهات المباشرة الجزائر كسبت الفرقتين، فمش فارق لها مين اللي هيكسب، وكده كده صعد اول. ونروح بقى لمجموعة الموت اللي كنا بنتكلم عليها من أول يوم، وهي المجموعة اللي فيها الكاميرون والكوت ديفوار. الماتش اللي كان حلو قوي ما بين الفرقتين، وقدر إن هو بينتهي بنتيجة 1-1 ما بين الفرقتين كبار أفريقيا، ما حدش قدر فيهم إن هو يخلص على أمال التاني، وبيتعادلوا هما الاتنين علشان يفتحوا فرصة وطريق جديد لموزمبيق بعد ما كسبت الجابون 3-2 في ماتش كان مفاجأة جدا إن موزمبيق تنتصر على الجابون. وماتش هي كانت كسبانة أساسا ومتقدمة 2-0، بعد كده الجابون قدرت ترجع 2-1، بعد كده اتقدمت 3-1، بعد كده الجابون رجعت 3-2. ولكن موزمبيق بتقدر ان هي تأمن ال3 نقط لنفسها علشان يبقى في الصدارة منتخب الكاميرون الكوت ديفوار، وبعد كده ب4 نقط، وبعد كده الكاميرون ب4 نقط، وبعد كده موزمبيق ب3 نقط، والجابون بصفر من النقاط، ومتزيلة المجموعة في مفاجأة كبيرة جدا. عشان يبقى دلوقتي ترتيب احسن توالد في المجموعات، موزمبيق في الصدارة ب3 نقط، بعدها بنين ب3 نقط، بعدها السودان برضو ب3 نقط، وبعدها زامبيا بنقطتين، وتنزانيا وزيمبابوي مش هيصعدوا، كل واحد فيهم بنقطة واحدة بس. وده موزمبيق وبنين الاتنين متعادلين، ولكن تقريبا كانت موزمبيق مسجلة اهداف اكتر، يعني المتعادلين في فرق الاهداف. السودان ب-2 وزامبيا بصفر. فزامبيا بصفر، ولكن هي معاها نقطتين بس مش 3 نقط زي موزمبيق وبنين والسودان.
بعد كده عشان نخش على الجولة الثالثة، وأول ماتشات فيها هتبدأ هي مصر وأنجولا، والناحية التانية جنوب أفريقيا وزيمبابوي. جنوب أفريقيا عشان تصعد في المركز الثاني محتاجة بس إن هي على الأقل تتعادل، حتى لو أنجولا كسبت فبسبب المواجهات المباشرة فجنوب أفريقيا هي اللي هتصعد في المركز الثاني، وساعتها هتبقى أنجولا هي اللي في المركز الثالث بأربع نقط، وعندها رصيد كبير قوي إن هي ممكن تصعد من أحسن توالي. أما في المجموعة الأولى المولعة اللي فيها المغرب بأربع نقط، ومالي بنقطتين، وزامبيا بنقطتين، وجزر القمر بنقطة واحدة بس، فالمجموعة هتبقى مولعة جدا، خاصة ان المغرب هتلاعب زامبيا وجزر القمر هتلاعب مالي، فكل الفرق عندها احتمالية الصعود عادي جدا. فكله لسه عنده الامل، كله ممكن يخرج، يعني هو بس المغرب هي اللي صعب قوي ان هي تخرج خالص من البطولة، ولكن مالي زامبيا جزر القمر عندهم الاحتمالية عالية جدا ان ممكن واحد فيهم يودع ايا كان مركزه الكام دلوقتي. وفي نفس موقف المجموعة التانية عندنا تونس بتخش الجولة الأخيرة قدام تنزانيا، والناحية التانية أوغندا ونيجيريا. أوغندا لو كسبت نيجيريا فتونس محتاجة بس إن هي تتعادل قدام تنزانيا علشان تضمن المركز التاني بسبب برضو المواجهات المباشرة. وبعد كده نخش على مجموعة السنغال اللي كل الفرق فيها ممكن تصعد أول عادي جدا، وكل الفرق ممكن تصعد تاني، وكل يعني ما عدا طبعا بوتسوانا، ولكن عندنا ثلاث فرق هيدبحوا في بعض، السنغال وبنين وكونغو وبوتسوانا عندهم ماتشات يعني طحن في بعض. اه ممكن الكونغو هي اللي تستغل يعني ان هي هتلاعب الفريق السهل في الجولة دي، والسنغال ممكن تتعثر قدام بنين او يتعادلوا او كده، فساعتها الكونغو هي اللي تخطف بطاقة التأهل. وفي سيناريو ابن لذينه لو حصل يعني ان الكونغو تكسب وتبقى هي الاول، وبنين تكسب وتبقى هي التاني، والسنغال تبقى التالت، ويعني ما يطلعش حد من مجموعة ايه احسن توالت او مجموعة سي، ساعتها هنلعب السنغال. والسيناريو ده بصراحة مكتوب وشكله حلو قوي. بعد كده في المجموعة الخامسة معانا ماتش الجزائر قدام غينيا الاستوائية، وبوركينا فاسو قدام السودان. الجزائر كده كده ضمنت الصعود، فبوركينا فاسو والسودان هنشوف منهم ماتش تكسير عظام على مين اللي هيقدر يسحب بطاقة الصعود كتاني المجموعة، لأن كده كده غينيا الاستوائية مش هيفرق لها سواء كسبت أو اتعادلت، هي كده كده في المركز الرابع خلاص، لأن هي حتى لو كسبت بسبب برضه قانون المواجهات المباشرة هي خسرت من بوركينا فاسو وخسرت من السودان، فلو كسبت الجزائر مش هتقدر إن هي تاخد مكان حد فيهم. بعد كده في المجموعة الأخيرة مجموعة الموت، الجابون قدام ساحل العاج، وموزمبيق قدام الكاميرون. موزمبيق داخلة البطولة ما عندهاش أي أمل للصعود، لأن هي خلاص هي أساسا حتى لو جابت الثلاث نقط هي هتفضل في المركز الأخير، فممكن ساعتها يبقى الماتش سهل على الكاميرون وتبقى الكاميرون بسبع نقط، وساعتها هتستنى بقى ساحل العاج وموزمبيق هيعملوا إيه قدام بعض، فهتبقى مدعكة كده في آخر يوم أو آخر جولة في أفريقيا، وهنستنى صعود الأوائل والتواني والتوالت، لأن مفيش أي حد حسم الصعود غير ثلاث منتخبات بس قلت عليهم، وهما مصر ونيجيريا والجزائر. وبس كان كل فيديو النهارده، اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن فيفا وعن الكورة عن الفانتسي.